في الريل ده انا هكلمك على اهم لعيبه لو لسه معاك اصبر عليهم للجوله التاسعه من فانتزي الدوري الانجليزي. اول لاعب لو لسه معاك ماتيتا خليه معاك من كريستال بالاس، اللاعب اللي جاب هاتريك الماتش اللي فات. اي نعم هو جابهم بالحظ كده، ولكن لو لسه معاك ماتيتا خليه معاك، ممكن دي تكون بدايه لفورمه كويسه بعد التوقف الدولي. تاني لاعب معانا تصبر عليه لو لسه معاك وهو كودي جاكبو من ليفربول. ولا تقول لي صلاح ولا مين ولا ايكيتيكي ولا كيزا ولا فريمبونج ولا كيريكيز ولا فيرجن فالدايك، هو الوحيد وهو جاكبو اللي تصبر عليه من منظومه ليفربول عامه. على الاقل هو اللي جاب الجون الماتش اللي فات، فده يخليك شويه انك تصبر عليه. اخر لاعب معانا وهو محمد قدوس من توتنهام، لو لسه معاك اصبر عليه. لو ما شفتش الماتش فانا عايز اقول لك ان هو جاب جون واتحسب اوفسايد، ولكن غير كل ده هو ما كانش موفق اطلاقا في الماتش اللي فات. فانا شايف لو لسه معاك قدوس اصبر عليه. وبس كده، ده كان ريل سريع للعيبه اللي انت لو بتفكر تبيعها لا اصبر عليها للجوله التاسعه من فانتزي الدوري الانجليزي. لو عجبك اعمل لايك وفولو دلوقتي واستنى الريلز اللي جايه.